اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل صينية رقاق بنكهة مصرية أصيلة، تمام، بدون أي افتكاسات ولا أي إضافات. بنحب الافتكاسات وبنحب الجديد، لكن هنعملها بطعم زمان، تمام. فدي الوصفة الأساسية، فحضرتك حابة تزودي حابة تشيلي منها فده براحتك، تمام. لكن دي الوصفة الأساسية اللي ماما علمتها لنا، احنا متعودين من زمان نعمله كده. فشارككم الوصفة بتاعتي ويا رب تنول إعجابكم. هنا معايا صينية هننزل معلقة سمنة. والله متاح عندك زبدة بلدي تمام، مفيش مشاكل. مش متاح النوع الدهان اللي بتستخدميه اتعاملي بيه. بس لو انت حابة الطعم بتاع زمان فدي سمنة بلدي هتديك الطعم الأصيل. وبعدين ده ايه؟ عيد، مفيش مشاكل ان احنا ايه نبر نفسنا ويومين تلاتة كده، وبعد كده الأمور ترجع لإيه زي ما احنا متعودين، تمام. فده العصاج اللي احنا عارفينه، بصل ولحمة، فلفل اسود وملح وشكرا. مش هضيف اي شيء، بس زي ما شفتوا كده معايا في الفيديو انا معايا رقاق ومعايا بصل مفروم ولحمة مفرومة وملح وفلفل اسود وحبيتين طماطم معصورين، بس مبشورة اهو الطماطمايه، بس مش اكتر من كده. هفضل العصاج ده على النار لحد ما يستوي، تمام، زي ما هتشوفوا معايا كده يا حبايبي، تمام. هنا بقى الكزرولة الصغيرة دي فيها شوربة، فأنا ايه الشوربة دي أسخنها علشان ايه؟ التسقية بتاعت الرقاق. فأنا هنا الشوربة مسخناها ومتصفية. هنا خطوة مهمة، شايفين اللبن؟ أنزل باللبن اللي هو ما يخليليش الشوربة كلها لبن، لا، أنا عايزة ميكس ما بين اللبن والشوربة، مش عايزة أزود اللبن بحيث إن الرقاق كله يبقى طعمه لبن، لا، انا حابه ميكس ما بين الاتنين. فشايفين اللبن عامل ازاي؟ هو ده اللون والدرجه اللي انا عايزاها. لكن هزود اللبن الوضع مش هيبقى احسن حاجه، تمام. طبعا في الشوربه دي هحط معلقتين اتنين سمنه بلدي. ليه؟ علشان انا كده مش هعمل خليط توريك خالص. هتشوفوا معايا دلوقتي معلقتين السمنه اللي انا حطيتهم في الشوربه واللبن دول هيغنيني ان انا ما استخدمش السمنه تاني بين الطبقات. هنا صينيه وهندهنها، وهنبدأ بقى إن إحنا نرص الصينية. إزاي؟ هناخد واحدة من الرقاق زي ما انتوا شايفين كده معايا أهو. الرقاق ده أنا مش عاملاه، ده عم أبو إياد بعتهولنا من الفيوم، كل عام وهي طيبة وتعيش لكل سنة. أهو زي ما قلت لكم أنا ما عملتش رقاق، بس أختي عملته برضه. هبدأ بقى إن أنا أسقي الرقاق زي ما انتوا شايفين كده واحدة ورا التانية لحد ما الناحيتين معايا يتشربوا كلهم. لازم، ما ينفعش تسقي حتة والتانية لأ، علشان خاطر أول ما يستوي هيبقى ناشف معاكي، مش أحسن حاجة. ما تخافيش، هو مش هيعجن خالص بفضل معلقتين السمنة اللي أنا مستعمليهم. اتعاملي في الصينية اتكسرت هنسويها، هتشوفي دلوقتي الشكل والنتيجة النهائية، بس تابع الفيديو للآخر. هنحكي على طريقة الرجاج ادينا حكينا عليها، هنحكي على التسوية، هنحكي على ايه اللي مخليه يطلع كويس معانا. زي ما قلت لك اتبع الخطوات دهيت مش هيبقى معجن معاكي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اهو دي تنوع. بعمل الصينية كام؟ بحط 3 طبقات في القاع وطبقة لحمة مفرومة وبعد كده 3 طبقات تانيين فقط لا غير. أنا مش بحب أزوده بحيث إن تبقى القطعة حلوة وشكلها تمام في التقديم. حابة تبقوا 4 طبقات و4 طبقات عادي مفيش مشاكل، حابة صينية 10 طبقات عادي، حابة صينية أكبر من كده عادي، اتكسر منك عادي. أنا اللي بلاقيه زيادة عن الصينية أنا اللي بكسره بإيديا، مفيش مشاكل خالص. وصفة حلوة وخفيفة ومصرية أصيلة
وما ينفعش يعدي علينا عيد الأضحى أو أي مناسبة أو عزومة من غير ما نعتمدها. هي طعم والجلاش طعم، لكن في النهاية الاتنين تقديمهم حلو، والاتنين شيك، والاتنين من الطعم اللي هو إيه، مش عايزة أقول لكم فوق الخيال ده بالنسبة لي. يعني أنا بالنسبة لي جلاش رقاق أخف من السمبوسك، ده بالنسبة ليا. اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده، اللي بتتكسر مفيش مشاكل عادي بحتة صغيرة تانية وبروح مظبطاها اهو. واخدين بالكم انا ما ضفتش اي سمنة ولا اي زيت ولا اي شيء خالص بين الطبقات، لا، هو انا مستكفية بموضوع اني انا حاطة معلقتين سمن في الشوربة بس. طبقة اللحمة معايا اهي، هضيفها في النص وابدأ ان انا اوزعها كويس زي ما انتوا شايفين كده معايا. ايه رأيكم بقى لحد هنا؟ لو كنت وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس أمرا يا حبايبي. زي ما عملت 3 طبقات في قاع الصينية، 3 طبقات تانيين بعد ما طبقت اللحمة في النص بس اهو. اتكسرت مفيش مشاكل. هنا كانت كبيرة شوية، بعد ما سقسقتها هبدأ عادي إن أنا أظبط فيها، مفيش مشاكل. ايه رأيكم؟ حلو جدا وطعمه جميل وما شاء الله عليه ولا قوة إلا بالله. وهتشوفوا الشكل النهائي، لازم يتزجى كويس. ما ينفعش انك انت يبقى بين الطبقات في سمن، لا هو يبقى مورج وهو يبقى حلو جدا. بس الحركة دي مش بتخليه تجيل. هبدأ بقى انا كده خلصت بالمعلقة، وكام معلقة من الخليط كده على الوش، مفيش مشاكل. وديكوا كنتوا شايفين الخليط معايا للآخر ما تبهدلش معايا خالص لحد كده تمام. اسيب الصينيه دي تتظبط كده، انا بحاول اظبط فيها، بعد كده اسيبها على جنب شويه، وبعد كده اروح اعمل خلطه حلوه للدهن من فوق. الخلطه دي عايزه تستبدلها بمعلقتين سمنه مفيش مشاكل. عندك معلقه قشطه زي ما كان عندي، ده وش اللبن، يعني قشطه بلدي مقولكوش على طعمها، على معلقتين سمنه، بس انا مش هحط معلقتين بصراحه، هيبقى يكون تقيل، لا كفاية كده. أصلا قشطة برضه سمنة وسمنة بلدي، فاليوم كله هيبقى هايص كده، لأ كده زي ما انتوا شايفين كده معايا. أخلطهم كويس مع بعض وأروح على الوش بيهم بفرشة بمعلقة بأي شيء، وأدخلها في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 200. وشوفولي بقى أحلى طعم وأحلى لون وأحلى تقديم، بصراحة وصفة ممتازة. وبألف وهنا وشفا على قلوبنا وقلوبكم يا رب. العيد 3 أيام، فمش عشان عيد إن احنا نعمل الوصفات كلها مرة واحدة، لأ، الأيام مش هتطير، كل الأيام بركة بعضها، فكل يوم حاجة مفيش مشاكل. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم بقى؟ قولوا لي إيه الكلام. هنا بقى نقولي الجمال عدى الكلام. فعلا فعلا روعة، ولا محروقة ولا لونها مبجع كده مكان اسود مكان لا اطلاقا، ممتازة. وطعم ما اقولكوش فعلا حلوة خالص. وكمان هجلبها معاكم في رجاج مش بيبقى نوعه كويس ولا الدجاج بيبقى كويس، فبيدي سوء في التسوية. فانا زي ما قلت لكم الرجاج ده انا مش عاملاه، انا عمة ابو اياد جايبهولنا تمام. صينية الرواية طرية من جوه ومقرمشة من بره، وما شاء الله لا قوة إلا بالله عليها. بعملها بالطريقة دي ومن سنين مش بغير فيها، شايفين؟ ومعاكم كل حاجة اهو. هنقلبها مع بعضينا وهتفاجئ زيكم. ايه رأيكم؟ ايه ده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ايه رأيكم؟ اهو. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، وحبيت أشارككم الوصفة قد هي حلوة وطرية من جوه ومقرمشة من بره. وهنفتحها معاكم وهنتفرج على شكلها بعد ما استوت مقرمشة جدا. ده كان الفيديو بتاع النهاردة.
ويا ريت ما ننساش الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس يا حبيبي فضلا وليس أمرا، ويا ريت ما ننساش اللايك علشان عيلتي تكبر بيكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.